هاشتاج شكرا برنامج الصدمة، لأنك نقلت واقع الشاب العراقي من حال إلى حال، فبعد أن كان شابا يائسا من الزواج أصبح الآن شابا تتمناه جميع الفتيات العربيات، وخصوصا في منطقة الخليج العربي. فمنذ أن بدأ شهر رمضان المبارك وحتى يومنا الحالي، والنيران تسعر في موقع تويتر بتغريدات كان مفادها هاشتاج أبي أتزوج عراقي. أهو والله حيرة، زين هسان الشاب العراقي شو تزوج؟ والله حيرة. زين إماراتية، سعودية، بحرينية، كويتية، جزائرية، لبنانية، والمشكلة كلها يبني يتزوجني، شلون اختار من؟ ما ادري، حرت يعني يا برنامج الصدمة هو هذا حكي خليتني حاير. والله الاماراتية ذول عندهم ابراج ما ادري شنو تضوج، الكويتية هاي بصفنا، اهلها يصيرون قريبين علينا بصف البصرة ما اريدها. جزائرية شفتهم عليها بالزيف وبشوت، والله يا اخوت ما اجيب شيء استكيم غوصون عم تشوك ولا شيء. مشكلة، لا مشكلة. برنامج الصدمة ليش تخلينا بهاي الحيرة يعني؟ اما المتزوجين انتم لا تحطون نفسكم، ترى هاي الفرصة بس ان الشباب انتم ما مشمولين، انتم تنتظرون ان شاء الله سنة الجاية برنامج الرحمة هم يطلع على ام بي سي، بركي تحصلون منه شيء. بعدين انت يا المرأة الخليجية يا اللي كاتبة ابي اتزوج عراقي، شلون تبين تتزوجين عراقي؟ انت وكل عقلك انت مخبرة عاقلة، هي المرأة العراقية اللي من نفس الماركة ونفس الموديل مالته وما قدرت تتحمله، انت شلون تبين تتحملينه؟ انت شايف الرومانسيه الخارقه اللي يمتلكها الرجل العراقي؟ بس لا عبالك تقرا روايات نزار قباني لو رومانسيات لو احنا رجال عراقيين نقرا روايات الرومانسيه اللي كتبوها هتلر ونابليون بونابرت، يعني ابد مو عنيف، يعني اذا صعدت عنده الرومانسيه وراد ياخذ منك بوسه احتمال يشلع خدك من العرق، يعني يسوي لك شفط. اما اذا عندك غمازات من اول بوسه يختفن. انت شايف بالثنتين الظهر اذا طفت الكهرباء ابو المولده ما شغل وهو فول، وجيت سالتيه حبيبي ايش فيك ضايج؟ راح يجاوبك بكل رومانسيه، راح يقوم يضربك بشلاق يطيرك من بغداد لدبي وبدون تذاكر، وانت بدورك اول ما توصلين دبي راح تفتحين تويتر وتكتبين يا ليتني ما ابيت اتزوج عراقي. لذا نناشد قناة ام بي سي بان يستمر عرض برنامج صدمتي حتى بعد رمضان، لكي تنتقل شهرة الشاب العراقي من الصعيد الاقليمي الى الصعيد الدولي، لكي نرى المرأة الامريكية تكتب على تويتر I wanna marry Iraqi. كان معكم من بغداد مختار طالب لقناة لا وجود لها أصلا.